بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك ربنا سبحانك، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا سبحانك، سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانك ربنا سبحانك، سبحانك ربنا لا عطاء لنا إلا ما أعطيتنا، إنك أنت الجواد الكريم. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا زكينا ولا صلينا، فأنزل يا رب سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. سبحانك ربنا ما أعظمك، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على مولانا النبي الأمي والسيد السند الأمين. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على مولانا محمد. يصلي الله عشرا على من يصلي على مولانا محمد، وفي 100 يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على مولانا محمد، ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على مولانا محمد. بها يسر وتفريج لكرب، بها نور مستمد من مولانا محمد، وأفضلها إذا ما كنت بروضته تصلي على مولانا محمد، تصلي باشتياق في مقام عظيم الشأن يسمعها مولانا محمد. أيها الكرام، حياكم الله بالسلام في هذا المقام القرآني وهذه الأمسية الدينية المباركة، أقامها سيادة النائب الكريم المهندس سامي نصر الله، والذي ساهم في هذا المقام القرآني إحياء لهذه الأيام العظيمة الطيبة الطاهرة المباركة، شهر شعبان المعظم، هذا الشهر الذي يغفل عنه الناس ما بين رجب ورمضان. أشكر أيضا إلى الكابتن رشيد السيد عامر باسم سيادة النائب المهندس سامي نصر الله، راعي الخير ورجال هذا المكتب الكرام، شكر الله لهم جميعا في هذا المقام القرآني وهذه الأمسية التي أقيمت على روح الراحل الكريم الحاج سعيد حطان باسم عموم عائلات حطان، يتقدمون للجميع بخالص آيات الشكر والتقدير والاحترام. وكذلك أيضا أشكر إلى فضيلة مولانا الشيخ الجليل والصوفي الكريم
محمد مراعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، والمهندس عبد العال حافظ المستشار الهندسي لوكالة المشيخة العامة للطرق الصوفية بالشرقية، فضيلة الشيخ عبد العزيز يوسف باسم الحاج سمير سعيد قطان وعموم آل قطان الأكرمين يتقدمون للجميع بخالص آيات الشكر والتقدير والاحترام. القرآن هو عبير السماء وغذاء هذه الأمة، حقا هذا كلام الله الواحد الخلاق، في دفتيه مكارم الأخلاق. هذا كتاب الله دستور الورى، وبه رقي الناس والأعراق. هذا كتاب الله نور صادع متلألئ كالكوكب البراق. وما أجمل أن يتلى القرآن من أهل القرآن وسليل بيت القرآن وعلم التلاوة بالبساتين الإسماعيلية بالبيت الشرقية، فضيلة القارئ وابن القارئ وابن القارئ الشيخ عبد الحميد عبد الله عبد الجابر، يمتعنا بمعجزة مولانا النبي. اللهم صل عليه وأكرم يا رب من يصلي على حضرة الحبيب النبي، والبخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. افتح المايك يا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أو يرسل رسولا فيوحي
بإذنه ما يشاء فيوحي بإذنه ما يشاء أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الصلاة على سيدنا النبي. وما أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. أم
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض
إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ حضرة الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. حقا لا شيء يعدل إيماني بقرآني. الله أحيا من الدنيا وأحياني، آياته كلما تليت في مسمعي سكنت، يقشعر بها قلبي ويخفض وجداني. استمعنا واستمتعنا أيها الكرام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة لما تيسر من المكي من القرآن ومن خواتيم سورة الشورى وصدر سورة الزخرف. كانت لفضيلة الشيخ وابن الشيخ وابن الشيخ فضيلة القارئ الشيخ عبد الحميد عبد الله عبد الجابر قارئ القراءات والروايات. أشكر إلى فضيلته وإلى هذا الجمع الطيب المبارك باسم عموم عائلات أبطال الكرام، وكذلك أيضا هذا الحفل الكبير يقام برعاية نائب الخير وراعي الخير سيادة النائب المهندس سامي نصر الله عضو مجلس النواب. خالص الشكر إلى سيادته. كذلك أيضا أشكر حضور الكابتن رشيد السيد عامر، وأشكر باسم الحاج سمير سعيد قبطان، الحاج عاطف قبطان، والحاج محمد قبطان، الحاج شريف قبطان، والحاج رضا قبطان، مهندس يوسف مدحت سعيد قبطان. هؤلاء الأفاضل يتقدمون للجميع بخالص الاحترام. وكذلك أيضا اسم الحاج لطفي علام يتقدمون لحضراتكم بخالص الاحترام. أيها الكرام، نقلنا لكم هذه التلاوة عبر أسير الهندسة الإذاعية ومقر الإذاعات الخارجية وخازن الفراشة والأولاد الأنوار الذهبية مؤسسة صبري علي بسلامته. وذلك أيضا خدمات الضيافة مثل محمود صابر بالنبي الكبير الإسماعيلية، قناة المغردون للحفلات القرآنية، المهندس وليد حسن دسوقي بالثوابت في الشرقية. أيها الكرام، العلماء دائما هم سرة الأزمنة، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أيها الكرام، من ساحة القرآن إلى روضة العلم والعلماء،
فضيلة الشيخ الجليل عبد العزيز يوسف. وهذه الكلمة نيابة عن وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بمحافظة الشرقية فضيلة الشيخ محمد مراعي. كذلك ايضا اشكر الى فاكهة هذا اللقاء امير المداحين ومداح مولانا النبي فضيلة الشيخ العربي عبد الحميد فرج. اما الكلمة الان فضيلة الشيخ عبد العزيز يوسف. استعاذة بالله من كل شيطان مارد، وبسملة باسم إله واحد، وصلاة وسلاما دائمين متلازمين على خير عابد لله وساجد. أحمدك اللهم حمدا لا بلوغ لمنتهاه، وأشكرك اللهم شكر عبد طلب من ربه رضاه. فيا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لأنه لك الحمد في الأولى وفي الآخرة، ولك الحكم وإليك المرجع والمصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، ولا منازع له في أمره، ولا ضد له في حكمه. ملائكة السماء المقربون خدمه، ملوك الأرض المتوجون عبيده. نشهد بأنه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد بأن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، رحمة الله المهداة ونعمته المزداة، والهادي بإذن ربه إلى صراط مولاه. خير مولود ولد على وجه هذه الأرض، وخير سائر سار بقدميه فوق ظهر هذه الأرض. سيدي أبا الزهراء يا رسول الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصفا. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو أن قبر النبي محمد
تفجرت أنواره لا البدر ولى واختفى تكفيه لقية في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يختفى. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على نبيك الأكرم ورسولك الأعظم سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي العربي الكريم. وارض اللهم تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر الجلي عن سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي الذين علموا وعملوا بسنته واتبعوا طريقته وانتهجوا نهجه أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ثم أما بعد إخوة الإيمان والإسلام، ليلة هي خير ليالي الأسبوع بدعوة كريمة في بلد كريم وبرعاية كريمة باحتفالية كريمة، ليلة أخبر عنها الصادق المعصوم محمد صلى الله على حضرته صلى الله عليه وسلم حين قال في حديثه الشريف: أكثروا من الصلاة والسلام علي في الليلة الغراء واليوم الأغر. قالوا: وما الليلة الغراء واليوم الأغر يا رسول الله؟ قال: ليلة الجمعة ويوم الجمعة. بدعوة كريمة من أبناء أكارم أماجد محترمين لرجل كانت تضج المجالس بطيب ذكره، المرحوم الحاج سعيد السيد قبطان رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح الجنان وأنزل عليه سحائب الرضوان، فقد كان رحمة الله تعالى عليه من أحب الناس إلى قلبي. في احتفالية في شهر كريم بنبي كريم كرمه رب العالمين، فبالأمس القريب كانت ليلة التكريم الإسراء والمعراج، وبالغد القريب ليلة جبر الخاطر تحويل القبلة واستجابة رب الأرض والسماء لغرض طيب لسيد الأنبياء حين قال له في القرآن: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ولو قال ربنا نرضاها بنون المتكلم ما كان عارضه أحد، لأن الذي يرضي الله يرضي حضرة النبي، إلا أن الله قال ترضاها بتاء المخاطب ليعلم العالم أجمع قدر حضرة النبي ومكانة حضرة النبي، إلا يعرف قدر حضرة النبي إلا رب حضرة النبي صلى الله على حضرته صلى الله عليه وسلم. وبرعاية كريمة من رجل قد
لا أكون مجاملا أبدا، ولكني أقول والله تعالى وكيل وشهيد، نائب للخير، محب للخير، فاعل للخير، داعم للخير، يسعى دائما إلى كل أبواب الخير. إنه النائب الخلوق المحترم المهندس سامي عبد العزيز نصر الله سلامة، رجل بما تحمل الكلمة من معنى، يرعى كل أبواب الخير ويحب كل أبواب الخير، ولا يدخر وسعا في فعل الخير أينما كان، حتى أني دائما وأبدا أقول له أيها النائب أنت كالغيث أينما وقع نفع. وبحضور كرام أماجد محترمين، سماحة التقي النقي والقطب الصوفي سيد الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بمحافظة الشرقية، ذلكم القطب الرباني الذي حضر إلى هذا المكان احتفاء واحتفالا بتكريم نبينا العدنان في ليلة جبر الخاطر، وهي تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. ومعنا أيضا معالي المهندس عبد العال حافظ عبد العال المستشار الهندسي لوكالة المشيخة العامة للطرق الصوفية بمحافظة الشرقية. جئنا جميعا ومعنا مشرفا ومشاركا كعادته في كل المحافل الكابتن رشيد السيد عامر الذي حضر مشاركا هذا الحفل الكريم، وقد همس في أذني أخي العزيز وابن الغالي العزيز الحاج سمير سعيد السيد قبطان موجها إياي بأمر أنا أعلمه قبل أن يقوله، أن الدعوة من نائب الخير المهندس سامي نصر الله. فأقول له يا حاج سمير ليس هذا بجديد ولا بعزيز على معالي نائب الخير المهندس سامي نصر الله، وقد جئنا اليوم جميعا في هذا البلد الكريم الطيب أهله المبارك نبته الصالح ولده بلد الساني، أحبهم والله تعالى وكيل وشهيد، أهالي قرية السلمنت الأكارم الذين أحبهم وأجلهم منذ زمن بعيد، فلي فيهم أواصر ود وحب منذ زمن بعيد. وقد جئنا اليوم لنحتفل ونحتفي جميعا بهذه الليلة المباركة من هذا الشهر الكريم المبارك، شهر شعبان. وما أدراكم ما شعبان؟ شعبان كما قال النبي العدنان حينما استهل عليه هلال شهر الله رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. هذا الشهر الذي كان يصومه النبي وكان لا يرى إلا صائما أبدا، ولما سئل عن سبب ذلك قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى ربي
وأنا صائم. هذا الشهر الكريم الذي كرم الله فيه نبيه العظيم ولبى مطلبه وجبر خاطره، ولذلك قال الصادق المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فكان كلما أراد منه مطلبا نظر إلى السماء، حتى قال رب الأرض والسماء: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. منبت النبي ومسقط رأس النبي، مع أنه كان بأمر من رب النبي يتجه إلى المسجد الأقصى في صلاته، إلا أن قلبه متجه إلى بيت الله الحرام ليعطينا درسا في الانتماء إلى الوطن وإلى الأرض التي منها نشأنا وعلى أرضها تربينا ومن ترابها ومن مائها ارتوينا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في جمعنا هذا، وأن يجعله جمعا مرحوما، وأن يجعل الفرق من بعده معصوما، وأن يجازي خير الجزاء نائب الخير دائما وأبدا صاحب الدعوة الكريمة وآل قبطان جميعا. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. سعدنا بهذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الشيخ عبد العزيز يوسف. أشكر إلى فضيلته وإلى هذا الجمع الطيب المبارك باسم الحاج سمير سعيد قبطان علم الواجب في كل مكان. ورحم الله الراحل الكريم الحاج سعيد قبطان عليه فيوضات الرحمات من الرحمن الرحيم. وأشكر إلى فضيلة الشيخ الكريم والأخ الحبيب الشيخ صالح سعفان، فضيلة الدكتور عبد الله مصطفى، فضيلة الشيخ والعلم القرآني الشيخ إبراهيم محمد سالم. كذلك أيضا الشكر موصول لسيادة النائب المهندس سامي نصر الله عضو مجلس النواب أمير سر لجنة الصناعة. أشكر إلى سيادته إلى هذا الجمع الطيب الكريم. شكر الله لكم جميعا. وكذلك أيضا باسم الحاج لطفي علام والحاج أحمد علام يتقدمون للجميع بخفائق الاحترام. أيها الكرام، ونحن في هذه الأيام المباركة وهذا الشهر العظيم الطيب المبارك الذي يغفل عنه كثير من الناس، وهو شهر ما بين رجب ورمضان، ألا وهو شهر شعبان. وما أدراك ما شعبان، فعظموا هذه الأيام بالصلاة والسلام على مولانا سيد الأنام. أقول لك أخي الموحد بالله، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الجأ في كنف الله وفي رعاية الله، فوالله من كان مع الله كان الله سبحانه وتعالى معه. والقرآن هو الذي يقول، والله سبحانه وتعالى هو القائد وهو معكم أينما كنتم. تعرف على مولانا النبي اللي انت بطلت تصلي عليه. ومن مقام الأدب إذا ذكر اسم النبي أن نصلي جميعا على حضرة الحبيب النبي. تعرف على مولانا النبي
وقل دائما كريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ رحيم رسول الله والله أرحم، فهل فقير بين الرحيمين يحرم؟ والله لا يحرم أبدا. يا مصطفى يا مصطفى من قبل نشأة آدم، والكون لم يفتح له أخلاق، أيهوم مخلوق على أخلاقك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق؟ اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا أبا القاسم يا رسول الله. اللهم أبلغ حضرة الحبيب منا السلام وارزقنا رؤيته يقظة ومنام. أيها الكرام، أشكر إلى مداح مولانا النبي العدنان فضيلة الشيخ العربي عبد الحميد فرج. أما الآن نعود وإياكم إلى ساحة القرآن، والقرآن هو الذكر والبيان، تشريعات وأحكام أنزلت على قلب سيد الأنام لتعمل بها أمة الإسلام وتفوز يوم الزحام. حقا وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. التلاوة القرآنية المباركة العطرة يتلوها علينا على إذاعات مصر والعالمين العربي والإسلامي صاحب الصوت المميز والأداء المتميز القارئ الشيخ إبراهيم محمد سالم، الذي هو من الكبر سالم، يمتعنا بمعجزة مولانا النبي الغالب. ويا رب أكرم من يصلي على حضرة الحبيب النبي، والبخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ربنا يكرمك. الله يكرمك الله يكرمك. قل يا ولا تكونن من المشركين ولا تدع دون الله ما لا ينفعك
يمسسك الله بضر فلا كاشف له يردك بخير يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور فمن اهتدى فإنما يا رب. فمن اهتدى فإنما يهتدي ومن
كتاب الله دستور الورى وبه رقي الناس والأعراق. هذا كتاب الله نور ساطع متلألئ كالكوكب البراق. عشنا وإياكم أيها الكرام، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة لما تيسر من المكي من القرآن ومن خواتيم سورة يونس عليه السلام. كانت التلاوة بفضيلة العلم القرآني الجليل القارئ الشيخ إبراهيم محمد سالم. أشكر إلى فضيلته إلى هذا الجمع الطيب المبارك في هذه الأمسية الدينية المباركة احتفالا واحتفاء بهذه الأيام العظيمة الطيبة الطاهرة المباركة الميمونة. باسم عموم آل قبطان الكرام، اسم الحاج سمير سعيد قبطان، باسم جميع العائلة، كذلك أيضا راعي الخير لهذا المقام القرآني سيادة النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب. وأشكر أيضا إلى الكابتن رشيد السيد عامر، وكذلك أيضا إلى هيئة مجلس الشباب مكتب الشباب المصري، شكر الله له. أيها الكرام، أشكر إلى فضيلة الشيخ الجليل العربي عبد الحميد فرج، اسم له تاريخ في مديح مولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. أيها الكرام، نسعد بهذه الكلمة الطيبة الموجزة من الأستاذ عاطف الحاوي. يتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حجة الأكوان وصفة الرحمن، النبي العلم، مورد الخير ومعدن الكرم، الذي فاقت به وبعلمه أمته كل الأمم. ثم أما بعد، في الحقيقة هذه ليست كلمة، فمن أكون أنا لأتحدث وأتكلم في سر وجود هذه الكوكبة من العلماء الأجلاء حفظهم الله، وإنما هي شهادة أشهد بها لوجه الله سبحانه وتعالى. ولن أطيل عليكم بكلامي، ولكن هذا المشهد العظيم استهواني فاستدعاني، فأردت أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لمن فكر وتدبر وعزم الأمر وقرر وجمع لنا هذه الكوكبة من الأكابر الأجلاء. خالص الشكر والتقدير، وأعجز عن التعبير بنائب الخير الأستاذ المهندس سامي نصر الله. خالص الشكر والتقدير لكل آل
ولأنني رئيس جمعية خيرية فأنا أعشق من يحب العمل الخيري، ولأن المهندس سامي نصر الله من رجال العمل الخيري فقد أحببت هذا الرجل لله وفي الله دون ابتغاء أي مصلحة دنيوية. الحمد لله. وأقول إذا كان لكل أحد منا من اسمه نصيب فإن سامي نصر الله له من اسمه نصيب كبير، فإنه سامي بخلقه، سامي بتواضعه، سامي بجبره للخواطر، سامي بحبه لكل اليتامى والفقراء والمساكين، وهو نصر من الله، نصر من الله لليتامى والأيامى والمساكين، نصر من الله لذوي الاحتياجات الخاصة، نصر من الله للمرأة، نصر من الله للشباب، نصر من الله لكل قرية من قرى مركز ومدينة بلبيس ومدينة العاشر من رمضان. إنه سامي نصر الله نائب الخير بلا منازع. وأقول إذا كانت النواب أقول عليهم أو نطلق عليهم بأنهم نواب التأشيرات ونواب الموافقات، فأقول أن سامي نصر الله هو مسدس آلي سريع الطلقات لا يعرف أبدا المعوقات وله حلول جذرية لكل المشكلات. أشكر لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم أهالي سلبنت الكرام وباسم بلدة الزوامل وباسم جميع البلاد المجاورة يتقدمون لسيادة النائب سامي نصر الله بخالص الاحترام، وكذلك أيضا اسم الحاج عاطف سعيد قبطان سمير سعيد قبطان، وكذلك أيضا عموم عائلات قبطان يتقدمون للجميع بخالص الاحترام. شكر الله لكم، كل عام وأنتم بخير. عاد الله علينا وعليكم هذه الأيام باليمن والخير والبركات. كذلك أيضا أشكر إلى الكابتن رشيد السيد عامر، حاج أسامة عبد البر، سيادة اللواء محمد العبودي. أيها الكرام شكر الله لكم، وإلى أهل العلم وإلى فريق العمل لهذه الليلة الهندسة الإذاعية وخازن الفراشة الكبرى مؤسسة صبري علي، دمات الضيافة محمود صابر من إسماعيلية، قناة المغردون عبر اليوتيوب للحفلات القرآنية. لكم تحياتي من أسرة المذيعين معتز هلال الأزهري الزوامل بالبيت الشرقية. وإلى هنا تتوقف الإذاعة العاملة، واللقاء مع فاكهة هذا اللقاء أمير مداحين مولانا النبي العدنان فضيلة الشيخ العربي عبد الحميد فرج، يمتع الجميع بمديح مولانا النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من الصلاة والسلام على مولانا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إمام العلوم وبحر الوفا الذي أرسله ربنا بالهدى ودين الحق، فعلى يديه الحق قد اكتفى، عظمه وجمله وزكاه واصطفاه، فجعل الصلاة عليه فيها الشفاء.